لا تملك مصر فقط موقعا متميزا أو ثروة بشرية أو نهرا يبعث الحياة أينما ذهب، لكن بعيدا عن كل هذا إذا أمعنت النظر في صحاريها المترامية ستعلم أن بها الخير الوفير، لكنه بحاجة لإرادة الرجال ليخرج من مخبئه. إلى مدينة مرسى علم توجهنا، ول15 كيلو مترا داخل الصحراء الشرقية توغلنا، نقصد جبل السكري حيث منجم السكري لإنتاج الذهب الذي يعد من أضخم 20 موقعا عالميا لإنتاج هذا المعدن النفيس، لتدخل مصر به خريطة رواد إنتاج الذهب في العالم. بقالنا 50 سنة ما انتجناش ذهب، النهارده بننتج قد اللي انتجناه القرن اللي فات كله في 12 شهر. طبعا شيء مفرح وشيء مبهج، وطبعا وراه طبعا عوائد كثيره جدا. هناك عوائد ماليه كثيره جدا، هناك عوائد من تشغيل الشباب واعطاء فرص عمل، هناك عوائد من اكتساب خبره. هناك دول كثيره كان لديها احتياطي من الذهب والنهارده الاحتياطي تقلص جدا، وبالتالي لديها معدات ومصانع النهارده غير مستغله. قد يكون الوقت المناسب لظهور مستثمرين مصريين وشراء هذه المعدات وانشاء مصانع جديده في هذه المنطقه الهامه من مصر. حياة دبت في هذه المنطقة وفرت 4500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، تعطي رسالة واضحة لكل جاد في الاستثمار. المصنع ده بالنسبة لي نمرة واحد، يعني أنا رايح جاي للجنوب بعدي هنا، لأن اللي أنا شايفه هنا أمل كبير، لأن يبقى في المستقبل، في أمل عند الشباب إن احنا نبقى دولة غنية وعندنا إنتاج ذهب وعندنا إنتاج بترول، يعني حاجة تفرح. شراكة بين الهيئة المصرية للثروة المعدنية وشركة سنتامين الأسترالية صاحبة حق الامتياز التي نجحت في الكشف التجاري عن الذهب في منطقة السكري لتصل احتياطياته ل14 مليون أوقية. لم تكن المعدات التكنولوجية الحديثة مرشدهم فحسب، بل سبقهم الفراعنة إلى ذات الموقع منذ آلاف السنين. احنا لما بدأنا ما كانش في حاجة خالص، كان صحراء جردة ما فيهاش أي حاجة. دلوقتي زي ما حضراتكم شايفين المكان اتعمر، في مصنع شغال، في مصنع بينتج. واعتقد ان لو في لو هي صناعة جديدة، اعتقد لو في 5 6 شركات 7 شركات في الصحراء الشرقية، الصحراء كلها هتتعمر. توفر الذهب في الصخر في حدود 2 من 1.5 ل 2 جرام في كل طن صخر خام. ده بيعتبر معدل متوسط او كويس بالنسبه للمناجم حوالين العالم. بيبقى في مناجم طبعا بيبقى فيها الذهب اكتر، بس بيبقى كميه الصخر فيها اقل او بيبقى اقل مننا كمان، بس احنا نعتبر من احسن 20 منجم في العالم حاليا. تجدر الإشارة أنه يتم استخدام 10 من أجهزة الحفر بمنجم السكري لتأكيد مزيد من الاحتياطيات، لذا فقد تم حفر 2500 بئر بأعماق تصل إلى 1000 متر. كما يتم التفاوض حاليا لتحصل مصر على حصتها من الأرباح ابتداء من العام المقبل وليس عام 2013. وتشير التقارير أنه توجد بالصحراء الشرقية المصرية ما يقرب من 300 منجم للذهب تنتظر يد الاستثمار لتخرج إلى النور. مئات السنين مرت ويبقى هذا الجبل يخرج إلينا من نفائسه الكثير، فبعد أن قصده الفراعنة ليستخرجوا منه الذهب، ها هم الأحفاد يسيروا على نفس الخطى لتدخل مصر بهذا الموقع قائمة الدول الأكثر إنتاجا لهذا المعدن. على هذه الإضافة تحدث تغيرا في أسعاره التي حيرت العالم في السنوات الماضية. من جبل السكري بمرسى علم، كمال ماضي، الحياة.